إلا هي. حتى هي. كيف؟ أنا اللي بلاقي لك حل. المهم أنت يا ناهد ما تحمليها. كل الحق لبرهان، هو اللي عرفني عليك. برهان ما في منه تسلم لي عينه. بس ما رح يقبل باللي عملته. لك شلون ما رح يقبل إذا أنا وبرهان دافنينه سوا؟ خلص ناهد، قلت لك ما رح تندمي، يعني ما رح تندمي. وهي شيك موقع على بياض، حط الرقم يلي بدك اياه. ما بدي منك شيء. انت شوفي. انت اللي شوفي مو نحن اللي شوفي. انا العوض بسلامتي، ديروا بالكم على حالكم. تعبانة وبدي نام. طيب اتغدي وبعدين تفوتي بتنامي. حلوا عني مشان النبي، حلوا عني. ما رح تفتح. بس شو يعني هو بسلامته؟ لا رح. لإمتى بدك تضل واقف تحت وأنا فوق؟ مين هذا الشاب يلي على الموتور؟ أنا شاب. ليش ما بدها تقلي؟ وأصر علي يا أما بياخذ زنسال الذهب ليلعب بحقه يا أما بيذبحني، وأنا ضليت عم برفض. ليوم من الأيام شفته داخل والدم عم يغلي غلي بعروقه. مشان الله لا توفيق، مشان الله وين بدك تروحي؟ توفيق مشان الله عم اقول لك فاتي ايدك لا ما عندي غيرك. هاتوا لك اياها. توفيق مشان الله مشان الله الله لا يوفقك، لك الله لا يوفقك.
احسن لك. ها ما حدا ضربك على ايديك؟ بس انت قلت لي يعني طالعه لعندي على البيت تتفرجي على التلفزيون، ما مبينه الشغله. بس بصراحه انت فاجأتيني انك لساكي، يعني لو كنت بعرف كان الموضوع اختلف. لازك عملت لك، لازك عملت. وحياتك يا ناهد ما بتكوني الا مبسوطه، تعرفي ليش؟ لاني حبيتك، واللي بيحبها جوده بيت هي اللي بتكسب. شو يعني؟ شو بيفيد الندم هلا؟ ولا شيء. بعد اذنك كمال، دخيل عينك. على عيني. شو؟ متفاجئ بالهدوء ولعب الشطرنج؟ طبعا متفاجئ، يعني رقص وغنى وشطرنج ما بيجتمعوا. رقص وغنى؟ هلا انت بتشوف الشله بس رقص وغنى؟ لا يعني انا مو هيك قصدي، بس يعني معناتها لازم تعيد نظرتك بالشله لحتى تحترم اكثر. لا تامر، انت كانك هيك يعني بتزودها. ربيع، نحن نخبه، بتعرف شو يعني نخبه؟ يعني كل واحد بيناتنا له كيانه الخاص، اهتماماته الخاصة، شغله المحترم اللي بيعيش من وراه. مشان هيك نحن بنتميز عن باقي الشباب. اذا انت عم تحكي جد خليني افهم، لانه انا بلشت ايه طول بالك طول بالك، لا تضوج. انا اسف. معقولة قديشك نقوزي؟ لانه اللهجه اللي عم تحكي معي فيها ما كثير بحبها يعني. ايه عود عود. هي اللهجة لازم تتعود عليها، لأنه ربيع بصراحة أنا كمان عم اسمح لك تحكي بلهجة أنا ما بحبها، ويبدو إنك ما بتعرف الشيء. أنا لازم أعرفك عليها قبل ما أنا أعرفها. لا ما في داعي، بكفي الفرقه اللي عم تعزف وكانه صاروا 20 سنه محترفين. لأنهم بيحبوا الموسيقى، وشرطك إنه كل واحد بيناتهم بيشتغل بكباريه أو بنادي ليلي أو حتى مطعم فاخر. بتعرف ليش؟ لأنه الموسيقى إلهم بتريح الروح مو البدن، وإن هيك مبسوطين بحالهم ولحالهم. شايف نزار اللي بيعزف على الدرامز؟ هذا بطل الكاراتيه وكيك بوكسينج وشريك بمطعم بيتزا واكلات سريعه. ورامز بيلعب باسكت بول بفريق محترف وبيشتغل باكبر مطاعم الشام. ورياض بالاضافه لمعمل الالبسه اللي عنده سائق رالي، اخذ الثاني على سوريا والثامن بطوله الشرق الاوسط. وكمال لاعب سنوكر ممتاز. بعرف، والله بعرف. وبعرف كمان انك انت عم تلمح انه انا ولا شيء بالنسبه له. مو صحيح. انت مشروع رجل اعمال ناجح، بس مالك مكتشف حالك، وسائق دراجه ممتاز. مشان هيك قل له لابوك يفتح لك مشروع لحتى تكمل معك وتصير مثلك مثلنا وبدون زعل. ربيع، ما بقدر ازعل منك لانه معك حق. صحيح. شو اخبار امك وابوك؟ يا سيدي امي طلعت شغله. معناته في شيء جديد؟ قال نحن مفكرينها مسكينه عم نضحك عليها، طلعت جباره ولا سائله فيه، وما عم تخليه يفوت على البيت بدون ما يتصل. وانت عجبتك هالحاله؟ طبعا عجبتني،
بده اياها بابا، لازمته هالرصة لحتى يعرف ان الله حق. مات الملك اخيرا، مات الكوناكي. الو اهلين بابا. ايه انا عند رفيقي تامر. ايه طبعا بعرفه. ايه بيجي خلص بكره الساعة 3 بعد الظهر بكون عندك. يلا مع السلامة. بابا قال لي شوفه بس انا ماني مطمن. الجميع تعودوا غيابي، لذلك لن تكون خسارتي فاجعة لأحد. في الأمر شيء من هذا، ولكن لدي موضوع. أنا أعرفك، أنت لن تنهي الحق حتى إن نجح جزء. شو ليش ما عم تتفرجي على المسلسل؟ ستضيف ثأرا جديدا إلى قائمتك. انتي ما تقومي تنامي الساعة 9؟ مين هذا الشبي اللي كنتي عم تسلمي عليه؟ اللي كان راكب على الموتور؟ انا عم سلم عليه؟ ايه، رفع لك ايده، انتي رفعتي له ايدك، قام مشي. انتي شو عم تخبصي؟ هلا انا اللي عم خبص؟ ايه بس بقى قومي على غرفتك. إيه بقوم، شو خايفة منك؟ تعمل شو قوية.